عارفين مشكلتها الوحيده ايه؟ ان هي بتخلص. بأمانة الله انا لو قلت لكم ان دي مكرونه وايت صوص دايت وفيها كمان اكتر من 50 جرام بروتين هتصدقوني؟ وطعمها ايه؟ في قلب قلبك. اول حاجه نجيب الطاسه بتاعتنا كده وننزل فيها من 5 ل7 جرام سمنه بلدي. وايوه السمنه البلدي تنفع في الدايت لان هي دهون صحيه. وبعد ما الطاسه تسخن هنقوم نازلين فيها ب150 جرام صدور فراخ، وبعد كده نقلبهم لغايه لما يخشوا في السوا. واول ما يخشوا في السوا نقوم نازلين عليهم بكوبايه لبن خالي الدسم او كامل الدسم عادي. وبعد كده نقوم نازلين عليهم بنص كوبايه من الميه اللي سلقنا فيها المكرونه. ومحترف الطبخ يقول لي ايه لازمتها الميه بتاعه المكرونه. وبعد كده نقوم نازلين عليهم بمعلقه دقيق شوفان او معلقه دقيق قمح كامل. وبعد كده نبهرها بنص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه بابريكا وبودر توم وبودر بصل ونص معلقه بودر جبنه اختياري هتلاقوها عند اي عطار. وبعد كده نقلب ده كله مع بعض. وبعدين نقوم نازلين عليهم ب 120 جرام مكرونه تكون مسلوق. وبعد كده اوعوا تنسوا اهم مكون شويه ريحان، هينقل الطعم في حته تانية تماما. لو ما نقلهاش تعالوا قولوا لي يا كوتش انت ما تعرفش حاجه. وبس كده تكون المكرونه بتاعتنا خلصت. بالف هنا. وما تنسوش تتابعوني بقى، للي مش متابعني فايته كتير.